ألا يا حمدت يا مرحبا بك في وسط بيتك، اشرب الشيشة وخزن، ابتسم هيا. من كلامك أنت تعرف أنه الأسبوع الذي راح البنشر والزيت طلع لنا آلاف الريالات بيس سلط. ما شاء الله. وتبغى تترك الأعمال هذه وتقول لي أنا متفشل والكلام الفاضي هذا ما ينفعش. هذه شغلة شريفة، شغلة تجيب بيس فلوس سلط. وإذا كان أنت من النوع الذي يعني أنت ينطبق عليك المثل الذي يقول خطر غصن الجناح. ايش هذا؟ بعدين أفهمك الكلام هذا. اسمع هذا الشغل. خطر غصن الجناح، خطر غصن الجناح، ورد على الماء هذا الوادي فنوار. يا ابويا ناوانا يا ابويا ناوانا، اخذ قلبي وراح، اخذ قلبي وراح، صوب الزحام علينا واستراح، ذنبه على اطفي ابوي خلاص اطفي. زي العسل تعرف ولدك هذا كده، مع انه شكله ما يفهم حاجه بس كده حبيبي. يا انت ابغى اسمع حاجه لام كلثوم فيا كده، ابغى اتذكر ايام شبابي، ايام السبعينات كده كان عندي سياره سمور وكده، ابغى اسمع ام كلثوم. وديني ام كلثوم. يعني انت في حاجه ما مزاج يعني؟ ام كلثوم وديني. غالي غالي والطلب رخيص. على فكرة يا حمد يعني ابني هذا من ذو نعومة ظافرة، وانا معوده على الحنان والشاعرية. يعني يسمع لأم كلثوم، محمد عبد الوهاب، ماجد عبد الله، احمد فؤاد حسن. يا ولد اسكت الله. نعم وديني ام كلثوم. انا يا عمي حمد توتي في حاجه لام كلثوم. غالي غالي والطلب رخيص. يا هادي غالي يا هادي. ابشر ابشر. ايدك يا ابا ايدك. انت فاين والحب فين والمنيش جاي معاك. انت فاين والحب فين والمنيش دايما معاك. اذا لو حبيت يومين انت لو حبيت يومين وانا خلف ملاك. يا قهوجي واحد جراك. قهوة مين واحد جراك؟ فضحتنا وطي صوتك بمكان انت محترم. ايه يا قهوجي؟ ايش بك انت تسكتني؟ انت اللي يشبك ابوي، قصي صوتك انت. يا ابوي اسمع، المكان هذا هي قهوة صحيح، بس ما تقدم شيش. يا اخي هذه حاجة غريبة، يعني كيف قهوة بدون شيشة؟ انت يعني شفت في حياتك طيارة بدون ركاب؟ ولا شفت لك مدرسة بدون طلاب؟ افهم هذا كوفي شوب. كوفي شوب يعني ما عندهم الحاجات هذه المضرة بالصحة. والله يا با عجبني المكان هذا. ايش عقبك المكان هذا؟ فقعوا راسك. نشتي شيشة يا جماعة، اشتي شيشة.